الناشط الإعلامي من درعا. مرحبا بك أبو أحمد. مرحبا بكم وبكل مستمعين راديو أورينت. نعم أبو أحمد، هل لك أن تصف لنا الأوضاع الميدانية والعسكرية في ريف درعا؟ ودعنا نبتدئ من مدينة الشيخ مسكين. نعم أختي، في الواقع ما تزال كتائب المعارضة، الجيش الحر وأيضا الكتائب الإسلامية تتقدم في مدينة الشيخ مسكين، وخصوصا باتجاه لواء 82، وخاصة أيضا بعد تحرير الكتيبة 60 ميم طه يوم أمس، في ليلة يوم قبل أمس، وأيضا يوم أمس تم استهداف هذا لواء 82 في شمال الشيخ مسكين. واليوم أيضا عاد الجيش الحر واستهدف هذا اللواء بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون. أيضا هناك استهداف لمدينة الشيخ مسكين من قبل قوات النظام بالطيران الحربي، حيث استهدفت اليوم قوات النظام بالطيران الحربي المدينة ب4 غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية. أيضا اليوم قام الطيران المروحي باستهداف كل من بلدتي محجة وبرقة بالبراميل المتفجرة، واستهدف داعل ب4 براميل متفجرة وعدد من الغارات الجوية. ماذا أبو أحمد عن الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق التي تحدثت عنها؟ نعم أختي، الحقيقة أن الأوضاع الإنسانية هي مزرية جدا، وخاصة في الأوقات الأخيرة بعد القصف العنيف الذي تشهده هذه المناطق، حيث تعاني هذه المناطق من نقص في المستلزمات الطبية، وخاصة بعد سقوط عدد كبير من الجرحى جراء هذا القصف، وأغلبهم من المدنيين العزل. تم نقلهم إلى المشافي الميدانية، وخاصة إلى المشافي الميدانية في المناطق القريبة من الشيخ مسكين مثل داعل. أيضا هناك نقص في المستلزمات الطبية هناك، وتم مناشدة المسؤولين في الخارج عن إدخال المستلزمات الطبية إلى الداخل بإسراع بإدخال مستلزمات أكثر، وأيضا إدخال أدوية أكثر. أبو أحمد الحوراني، الناشط الإعلامي، كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك.